في خطوة كبيرة ومهمة في حياتك عايز تاخدها، هدف نفسك تحققه، أو فكرة ممكن تكون لمشروع جديد. حاسس بإيه؟ متفائل، متحمس، قلقان، خايف؟ أفكار كتير جوه دماغك ومشاعر متلخبطة، حماس زايد وفجأة مشاعر القلق والخوف تظهر وتكبر وتسيطر على أفكارك، ومن غير ما تحس تلاقي أفكارك مراية لمشاعرك، وعقلك يصور لك مشاهد كاملة لحاجة لسه ما حصلتش على إنها حصلت، وتعيش جوه واقع مخيف ومرعب. والنتيجة مش قادر تاخد الخطوة دي، مش عارف تحقق هدفك، وأفكارك محبوسة هنا. أنا رحاب أسامة، وأهلا بيكم في أولى حلقات دير تو دير. خليني أخدك للحظة قبل قرار مهم. قدامك خطوة كبيرة، لو خدتها حياتك ممكن تمشي في اتجاه جديد، ولو ما خدتهاش تفضل واقف مكانك. فكرة مشروع كل اللي حواليك شايفينها مخاطرة، وانت شايفها فرصة عمر. امتحان واحد نتيجته ممكن تغير مستقبلك. اللحظة اللي قلبك متحمس بيقول يلا، وعقلك فجأة يبتدي يعد كل اللي ممكن يخرج عن السيطرة. لو فشلت، لو خسرت اللي في ايدي، لو الخطوة دي طلعت غلط، ومشاعر القلق والخوف تكبر وتغذي أفكارك لغاية لما توصلك لأسوأ سيناريو عقلك ممكن يصوره، السيناريو الكارثي. ولو هتسألني ازاي ما فكرش في السيناريو الكارثي، هقولك ان السؤال ده في حد ذاته فخ. يعني لو جيت قلتلك دلوقتي ما تفكرش في أرنب أبيض، ايه أول صورة جت في دماغك؟ بالظبط، لأن العقل بيبني على آخر حاجة اتقالت. علشان كده السؤال اللي هيساعدك بجد مش إزاي ما تفكرش في السيناريو الكارثي، السؤال الحقيقي إزاي أتعامل مع السيناريو الكارثي. والنهاردة هشارك معاك 3 خطوات فعالة، مش بس للتعامل مع السيناريو الكارثي، لكن لتحويله لأداة تنبيه ودعم. أول خطوة وأهم خطوة، خليك جريء وواجه. أيوة واجه، ما تهربش. اكتب أسوأ سيناريو في بالك، مش عنوانه، اكتب تفاصيل شكله ايه، ممكن يحصل ازاي هيأثر عليك في كل جوانب حياتك، ماديا، مهنيا، صحيا، شخصيا، اجتماعيا. ليه تكتب؟ لان الخوف وهو جوه دماغنا بيكبر وبيشوه افكارنا ويحولها لسيناريو كارثي، يحسسنا انه حياة او موت، وده مش حقيقي. لما بتكتب بتشوف الحاجة بحجمها الطبيعي، وبتكتشف إن السيناريو الكارثي احتمال واحد من احتمالات كتيرة، مش الاحتمال الوحيد. ساعتها بتهدى وتقدر تفكر بعقلانية من غير خوف وقلق زايد. وهنا اسأل نفسك بصدق، هل ده احتمال واقعي فعلا؟ طب في أدلة عليه، ولا افتراض مبني على مشاعر كبرت وخرجت عن السيطرة؟ في اللحظة دي خد نفس، واهدى، وطمن نفسك. قول لها طبيعي أخاف، دي خطوة كبيرة وتغيير مهم في حياتي. وبعدها اسأل نفسك، أنا محتاج أعمل إيه علشان ما وصلش للسيناريو ده؟ فكر، يا ترى محتاج تتعلم مهارة، تطلب مساعدة، ترتب أولويات، تراجع توقعات. شوف إيه اللي هيجي على بالك. أنت هنا ما هربتش زي سارة، أنت دخلت بيت الرعب وواجهت، بس المرة دي بوعي وتحليل واقعي. خليني أحكي لك قصة حقيقية من شغلي. نسمي البطلة سارة. سارة بدأت مشروع مع صاحبتها، كل واحدة فيهم عندها مهارات مختلفة، ولقوا إنهم بيكملوا بعض، اشتغلوا وتعبوا والمشروع كبر. لكن بعد فترة شركتها مرت بظروف صعبة، طاقتها وجهدها قل، حماسها في الشغل ما بقاش زي الأول، وسارة مكملة كأن مفيش حاجة حصلت، بتضغط على شركتها، نفسها ترجع زي الأول. سارة مقتنعة إن ده في مصلحة صاحبتها، وإن الشغل هو أحسن علاج. بس الحقيقة كانت غير كده. سارة كانت بتهرب، مش ضعف، خوف على صاحبتها، خوف على المشروع اللي تعبت فيه، خوف إنها تبقى لوحدها. ولأن الخوف كان كبير، الهروب كان أسهل من الواجهة. لما قعدنا سوا طلبت منها تعمل حاجة واحدة بس، حاجة واحدة محتاجة شجاعة وجرأة، إنها تكتب أسوأ احتمال ممكن يحصل، السيناريو الكارثي. وسارة كتبت شاركتي تسيب المشروع وابقى لوحدي. وهي بتكتب اكتشفت حاجة صادمة، الاحتمال ده مش بعيد، ده مش خيال، كل المؤشرات بتقول انه ممكن يحصل النهارده قبل بكره. وساعتها فهمت حاجه مهمه، ان تجاهلها كان اخطر من الاحتمال نفسه. التجاهل كان ممكن يدمر المشروع، المواجهه اللي خلتها تشوف بوضوح. ومن هنا قدرنا نشتغل على انها تقبل الاحتمال وتحط خطه بديله تحمي بيها المشروع. الخلاصه، ساره قدرت تفصل بين دورها كصديقه، ازاي تسمع وتدعم صاحبتها، ودورها كرائده اعمال
إزاي تحمي مشروعها وتعدي المرحلة بأقل خسائر. لما بنواجه يا إما بنمنع السيناريو الأسوأ إنه يتحقق، يا إما بنكون جاهزين لو حصل، وفي الحالتين أنت كسبان. ومن هنا نيجي بقى للخطوة التانية. إيه أكتر احتمال نفسك يتحقق؟ مش اللي الناس مستنياه ولا اللي يرضي غيرك، اللي أنت فعلا عايزه. وتخيل معايا عدى 6 شهور الخطوة دي حصلت وأنت نجحت فيها. خد نفس وغمض عينيك وعيش اللحظة دي بكل تفاصيلها. خلي عقلك وحواسك يتقابلوا فيها. شايف نفسك فين؟ مع مين؟ بتعمل إيه؟ بتقول لنفسك إيه؟ حاسس بإيه؟ وبعدها اسأل نفسك ليه الاحتمال ده مهم إني أحققه؟ وليه ده؟ وليه دلوقتي؟ لأن وضوح ليه بيثبت رجلك وقت ما الخوف يحاول يسحبك لورا. الاحتمال ده هو هدفك الحقيقي، ودلوقتي تقدر تحوله لخطة، خطوات صغيرة وواضحة تقدر تمشي عليها وتوصلك لهدفك. وعلشان تقدر تساعد نفسك من غير ما الخوف يتحكم فيك، نيجي لآخر خطوة، الخطوة الثالثة. خلي بالك بتقول لنفسك إيه، لأن كلمة واحدة بتقولها لنفسك ممكن تكون السبب إنك تكمل أو تقف. كلمة ممكن تسحبك لورا، وكلمة ممكن تدفعك وتجيب فرص كتير قدامك. فرق كبير أقول لنفسي عندي مشكلة وأقول لنفسي قدامي تحدي. فرق كبير بين فشلت وبين دي تجربة اتعلمت منها. اختار كلامك بوعي وحرص، وخلي كلامك داعم ليك، وكلم نفسك بحب وتقدير. تعال أقولك على حاجة مهمة أوي. لو فاكر إن أسوأ سيناريو بيجي بس من جواك، يبقى فايتك كتير. أحياناً السيناريو الكارثي مش بيجي من أفكارنا ولا من مشاعرنا، بيجي من أقرب الناس لينا، الناس اللي بنحبهم وبيحبونا. لما نشاركهم خطوة جديدة فيها تغيير، مجازفة أو بداية مختلفة، مخاوفهم هي اللي بتتكلم من غير ما يقصدوا. خوفهم عليك بيصور لهم أسوأ سيناريو كأنه واقع على وشك إنه يحصل، وعلشان كده كلامهم هدفه الحماية، عايزين يحسوا إنك في أمان. وهنا المشكلة، أنت ممكن تكون قبل ما تسمعهم متفائل شايف النجاح، وفجأة أول ما تبتدي تتكلم وتسمعهم كلامهم يبقى كلامك. فاكر لما قلتلك ما تفكرش في أرنب أبيض؟ للأسف كلامهم يبدأ يسيطر على أفكارك، وعقلك يكتب أسوأ سيناريو، وساعتها أفكارك ومشاعرك بتتلخبط. ممكن تقف مكانك أو تاخد خطوة بتردد، أو تتحرك كرد فعل وتاخد قرارات متسرعة تضرك أكتر ما تساعدك. وهنا ومن مكان وعي يظهر دورك الحقيقي، إنك تطمن اللي حواليك، تسمعهم وتقدر خوفهم عليك، وتختار تقول إيه لمين وإمتى. ولو محتاج حد يطمنك، روح لأهل الخبرة والثقة، ناس فاهمة المجال، شايفة الصورة أوضح، تقدر تنصحك وتدعمك، توفر عليك كتير وتساعدك تمشي بخطوات ثابتة، وبكده تطمن نفسك وتطمن اللي حواليك. لو الفيديو ده لمسك اعمل لايك، ولو حسيت إن ممكن يساعد حد شاركه معاه، يمكن يكون دعم في رحلتك.